مش هو ده اللي كنت مستنيه خالص من النادي الاهلي بعد عوده النادي الاهلي بقى بعد المشاكل والانسحابات والازمات؟ قلنا النادي الاهلي خلاص هيرجع في رمضان بقى ويروق علينا، يدينا شويه حلويات من بتوع رمضان نحل كده بعد الفطار. قلت بقى هيدينا شويه قطايف ولطايف وزبد، شويه كده مش زبد. قال لك لا، وفي الاخر ادانا عرق سوس واتهزم امام نادي انبي هزيمه غير متوقعه بالمره. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده ونهائيه باذن الله تعالى. قبل البدايه والنهايه لا ننسى دوما الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. زي ما قلت لك حلقه ناريه. اول حاجه بعتذر ان انا غايب. ليه انا غايب؟ بسبب النادي الاهلي غايب وبسبب الديكور الجديد. قلنا رايكم في الديكور الجديد. بعيدا عن كل ده، دي مش شغلانتنا النهارده. شغلانتنا النهارده ان احنا نطلع نتكلم عن النادي الاهلي ونتكلم عن صفقه النادي الاهلي الناريه حرفيا، واللي هي احمد السيد زيزو. فحرفيا احمد السيد زيزو على عتاب النادي الاهلي، لكن خلي الموضوع ده لاخر حلقتنا. اول حاجه النادي الاهلي بدا مباراه النهارده مهمه جدا جدا كبدايه ليه في كاس، يعني كاس الرابطه بمسمى جديد بقى كاس العاصمه. لكن بدأ بتشكيلة غريبة حرفيا. ليه؟ لأن أصلا الأساسيين مش موجودين. الأساسيين كلهم يعتبر في المنتخب واللي بيستريح، فطبعا في أزمة كبيرة جدا في تشكيلة النادي الأهلي النهارده. أول حاجة النادي الأهلي بدأ في حراسة المرمى بحمزة علاء، في خط الدفاع خالد عبد الفتاح وياسر ابراهيم واكرم توفيق، ومعاهم يحيى عطية الله مع عودة طبعا يحيى عطية الله. قدامهم شويه احمد رضا وعمرو السوليه وقفشه، وفي الجانب الهجومي على الجنب اليمين عمر كمال عبد الواحد، وعلى الجنب الشمال عمر الساعي، وفي الهجوم سمير محمد. يعني تشكيله غريبه غير مألوفه بالنسبه لنا، لكن كلهم لعيبه اسماء كبيره، لعيبه مش صغيره. طيب ما دام هم اسماء ولاعيبه كبيره، ليه العك الحرفي اللي حصل في مباراه انبي؟ انت بتلعب انبي مش بتلعب فريق واو، مع احترامي طبعا لنادي انبي يعني فوق راسنا، لكن انت مش بتلاعب نادي اللي يعمل لك مشاكل، اللي يبقى عامل لك خطوره لدرجه ان انت في الشوط الاول فقط امام نادي انبي كان ممكن مستريح جدا لو كان عندهم مهاجم يعني عنده اللمسه الاخيره ويقدر يخلص المباراه، كان ممكن يطلع بس في الشوط الاول 3-0 الانبي. لان النادي الاهلي حرفيا، مش عايز اقول كلمه، لكن النادي الاهلي كان دفاعه كوسه متكوسه حرفيا. عندك واحد زي خالد عبد الفتاح، بجد سؤال يعني، عايز اعرف مين الميكانيكي اللي علمه يلعب كوره؟ شفت بتيجي ازاي؟ بجد انا مش فاهم انت ليه يا اسطى بتلعب كوره؟ يعني انت هتستفاد ايه لما تلعب كوره؟ ايه الحلو ان انت تلعب كوره ما دام ما انت مش لعيب كوره، مش بتاع كوره، مش لعبتك والله. هقول لك على حاجه، احنا دلوقتي في شهر رمضان، شغل الكنافه بقى والقطايف والحاجات دي، تمام؟ انت يا باشا تجيب عربيه وتقعد يا باشا في نص البلد، نجيب لك شويه كنافه تقعد تبيعهم. بص هتعمل فلوس ولقمه عسل. بس موضوع الكوره دي مش شغلانتك، انت كده هتتعبنا على الفاضي. انا طالع النهارده قلت ايه بقى وقاعد مفضي نفسي خالص، قاعد من النادي الاهلي، هشوف النادي الاهلي، هتمزج بقى بكوبايه القهوه مع النادي الاهلي. لا ولا ده الاهلي، انا قاعد كده قاعد مقشر. انتوا مين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ طبعا النهارده كان غايب الكابتن او البروفيسور مارسيل كولر الداهيه السويسريه، كان غايب النهارده، وكان متواجد مكانه الكابتن سامي قمصان. الكابتن سامي قمصان خبره كبيره جدا 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 في النادي الاهلي، وهو المدرب المساعد لمارسيل كولر، فهو دار المباراه بشكل كويس لحد ما، او بشكل كويس كتير بالنسبه للعيبه اللي حرفيا مبطله كوره. عندك لعيب مثلا زي ياسر ابراهيم مش عارف انت ايه، انت نسيت الكوره حرفيا. ياسر ابراهيم بيرجع من اصابه عشان يتصاب، بيرجع من اصابه يعمل ماتش كويس جدا وبعد كده يتصاب، يرجع بقى تاني من الاصابه يقعد 100 سنه يعني بيتعلم مبتدئات كره القدم، ازاي باص ازاي يشوط. فانت حرفيا تحس ان انت الاصابه ما بتبقاش في رجلك، الاصابه بتبقى في الدماغ، بتفرمط، بعد كده تبدا بقى تتعلم كره قدم من جديد. فدي ازمه كبيره يعني، شوف حل يا ياسر، انت مش صغير. اكرم توفيق انا شايف النهارده من اهم لعيبه المباراه، مع اني مش طايقه حرفيا وانتوا عارفين كده، لكن انا شايفه النهارده كويس وعامل ماتش كويس لحد كبير يعني.
واحد برضه زي يحيى عطية الله، عودة من الإصابة، عودة حميدة، عامل ماتش كويس. يعني هو كله عامل ماتش كويس، محدش عامل ماتش كويس قوي، لأنه كلكم في آخر حلقتنا النهاردة هديكم تقييمات تحت هتشوفوا تقييمات النهارده. تمام. احمد رضا ابيض يا واد، انت جاي ليه يا احمد؟ عمرو سولية كويس، لكن يعني حاسس ان هو بدأ يرجع لفورمته. قفشه يعني كويس، بس برضه يعني محتاج ان هو ينزل تحت شويه ويلاعب الفريق، ان هو قفشه قلب الفريق حرفيا. لو قفشه اتحرك صح الكوره توصل للهجوم، غير كده الكوره مش هتوصل للهجوم. يعني هو قفشه اللي بيحرك النادي الاهلي النهارده. عمر كمال عبد الواحد بياخدوا كوره ويجري بس، ياخدوا كوره ويجري. طيب هتعرف تعدي واحد على واحد؟ لا. اما بتجري يا ابني بتتعب نفسك يا ابني، ليه بتجري؟ ليه بتلعب؟ اقول لك انا. تمام. احنا دلوقتي يا ابني في العشر الاواخر، تاخد المصليه بتاعتك وتروح على الجامع تحتكف في ال10 ايام دول. كل سنه وانتم طيبين، احنا بدأنا في العشر الاواخر. ده والله يعني ايه، بامانه اعمل كده. يعني ممكن بعد ما ترجع مثلا على العيد ولا حاجه ترجع تبقى كريستيانو عادي جدا، بتحصل في اكبر العائلات. لكن انت ايه، ما بتصلي مثلا التراويح؟ بصلي التراويح. فده عمر كمال. عمر الساعي يعني مش مكانه صراحة، هو لاعب انا بعزه، لكن ده مش مكانه خالص ان هو يلعب كجناح ايسر. فانا لا، ما جاش حرفيا، اصلا ما كانش عارف يستلم الكوره. سمير محمد يعني عامل ازعاج لدفاع الخصم، لكن برضه يعني محتاج لسه ياخد اكتر في الملاعب. الشوط الاول احنا كده قلنا اللعيبه. الشوط الاول عباره عن ضياع فرص بس سمير محمد ضيع كوره سهله جدا. قفشه يعني تحس ان هو مش شايف قدام، مش عارف يرفع الكوره اصلا. عمر كمال عبد الواحد نفس القصه، يعني بيرفع الكوره في الشلاحات، شكله شايف حاجه في المدرجات احنا مش شايفينها، فهو طبعا او بيصطاد عصفور، قال له شفت العصفور ويبعتها للعصفوره. فده عمر كمال عبد الواحد. حمزه علاء شال كوره كويسه جدا جدا، انفراد ايه ده، شال انفرادين النهارده. يعني بقول لك والله لو انبي عندهم لاعب مهاجم عالي، لا كنا هنشيل كتير والله النهارده، لكن ده بستر ربنا ان احنا خسرنا واحد بس يعني. فبرضه حمزه علاء شال كتير ما شاء الله، يعني شال كويس، لعيب جيد يا جماعه، لعيب عالي. بعد كده مناوشات، هنا هجمه وهنا هجمه، هنا اللي هو رواندا تشيك، انت شويه وانا شويه بس. وطالعين اصلا من المباراه مش عارف تقريبا 48 52 تسلل الاستحواذ معذره، فمفيش فرق كبير. تدخل بقى على الشوط الثاني زي الشوط الاولاني ما فيهوش حاجه، هو برضه، لكن طبعا مع التدعيمات ونزول الزبد. نزول هو قطايف الليله، هو حلويات ومهلبيه الليله، ملك الشغلانه وعم العالم. هتقول لي اخلص، ما اقول لك ماشي. عم العالم توقفني، ده علي معلول يا جدعان، لازم نديله حقه بقى، معلش اسمحوا لي. ايوه البروفيسور ملك الحلول، الكابتن باشا بيه مدير ريس، يا عم اسكت، لا مش اسكت علي معلول يا باشا بينزل في الدقيقة 62 او 63، لكن بينزل يعني تحس ان هو بيلعب لوحده في المباراة. وزعلت ان مفيش حد حي علي معلول. هتقول كل الجمهور حياة، كل الجمهور كانوا 200 واحد، هو ده كل جمهور النادي الاهلي، ده حصل اصلا النادي الاهلي بيروح له 200 واحد بس او اقل كمان من 200 واحد. ف علي معلول انا قلت اول ما ينزل المدرجات هترج، لكن بصيت على المدرجات ما لقيتش حد، لقيت عصافير في المدرجات، فعرفت لعيبه النادي الاهلي كانت بتنشر على ايه، هم كانوا بينشروا على عصافير. فعلي معلول عوده حميده، وكنت شايف ان هو راجع بفورمه، راجع مش اللي هو راجع من اصابه، لا ده راجع عشان يلعب، راجع عشان يقول لهم انا موجود، لا انا عندي كتير. فهو ده علي معلول. في تفوق كبير جدا يا جماعه في مستوى علي معلول، يعني بس والله مش شكل واحد بجد راجع من اصابه خالص. عندك بقى حته يعني الاخيره، ان انا مش هتكلم كتير عن المباراه، تمام، ان انا بس المباراه اصلا خنيقه، ضغط لعيبه النادي الاهلي ما جاش غير بعد الهدف. طب امال انتوا كنتوا بتعملوا ايه طول المباراه؟ يعني ميس باص بس، ما بيعملوش حاجه تانية غير ان هم يعملوا ميس باص. انا نفسي اشوف لعيب بيعمل حاجه فرديه غير علي معلول مثلا، مفيش. ابيض عمر الساعي بيحاول بس بياخدوا الكوره ويجي على الاطراف يطلعها هو، حاسس انه مش بيلعب معانا اصلا عمر الساعي.
فطبعا جه فينا هدف غريب جدا، ركنيه رجعت اللاعب رفعها هوبا خبطها اللاعب التاني بدماغه، حمزه صدها رجعت للاعب مش عارف اسمه حاجه علي تقريبا ايا كان، فحطها هدف سهله جدا بالنسبه له، وبرضه حمزه علاء يعني صدها مره، وبعدين الكوره كانت قريبه جدا من حمزه علاء. بعد كده لعيبه النادي الاهلي بدات تضغط، بس الكلام ده كان في الدقيقه 91 تمام، لو معاك 4 دقايق ان هو الحكم ادى 5 دقايق بس، فانت هتقدر ان انت ترجع في المباراه؟ لا هترجع ايه بقى صباح الفل، ما انت اصلا يعني انت من اول مباراه نايم عايز ترجع دلوقتي. هو كان ممكن من فتره ان انا اقول لك النادي الاهلي ملك البلس 90 ملك مش عارف، لكن دلوقتي احنا ابيض على الابيض. فدي يعتبر يعني التبديلات كانت ندفيد دخل، احمد رضا طلع، معلول دخل، عطية الله طلع، ده كله في الدقيقه 63. بعد كده زعلوك نزل مكان سمير محمد في الدقيقه 77، وحسام عادل لاعب شاب، وانا شايف ان يعني ايه يبدا ياخد فرصته، ان هو ما شاء الله لمسته كويسه جدا. حسام عادل نزل، وبعد كده قفشه طلع في الدقيقه 85. يلا نقيم النادي الاهلي، لان مفيش كلام تاني ممكن اقوله عن النادي الاهلي، لان عندنا موضوع مهم جدا جدا وهو موضوع احمد سيد زيزو. تعالوا بقى لتقييم اللعيبه، لان احنا عندنا موضوع مهم جدا بعد التقييمات. ما ننساش بقى اضغط باللايك بتاعك الجميل، دعما لاخوك محمد ابو سعيد الذي يسعى جاهدا ليساعدك. اول حاجه حارس المرمى حمزه علاء 4/10، كويس يا حمزه. خالد عبد الفتاح يعني زي ما قلت لك اعمل مشروع الكنافه يبقى كويس جدا معاك، فممكن تقول يعني ايه كنافه من 10. اديك ايه طيب. ياسر ابراهيم 2/10. اكرم توفيق ما شاء الله كويس، مستواك بدأ يتحسن 5/10، بس برضه مش طايقك يعني، ده اساسي. يحيى عطية الله 4/10. احمد رضا برضه مش عارف انت جاي ليه برضه يا احمد 3/10. عمرو السولية 5/10. قفشه 5/10. عمر كمال عبد الواحد 4/10. عمر الساعي 3/10. سمير محمد 2/10. فانا مش هقيم برضه حد من بدلاء غير ممكن علي معلول ياخد 5/10 على ادائه النهارده، فانا مش شايف ان في حد تاني ممكن يتقيم. او مثلا لو هنقيم مدرب سامي قمصان، الكابتن سامي قمصان مع حفظ الالقاب، ممكن نديله 6/10. ده المباراه بشكل كويس يعني كويس بس مش هنقدر نقول حاجه تانية. تعالوا بقى ندخل في موضوع مهم جدا جدا، وهو حديث الساعه في الفتره الاخيره، وهو موضوع انتقال احمد سيد زيزو للنادي الاهلي. احب اقول لك الموضوع يقترب وبقوه بعد طبعا التصريح العجيب اللي طبعا صراحه كابتن ممدوح عباس، اللي تقدر تقول عليه رئيس المالي لنادي الزمالك، هو اكتر داعم لنادي الزمالك، وتقدر تقول ان بعض كلامه ممكن يمشي بالحب داخل نادي الزمالك. فقال لك ايه بقى الكابتن ممدوح عباس؟ قال لك عندما تخرج العلاقة البيولوجية الطبيعية من مسارها الطبيعي وتتعامل مع لحمك ودناك كمشروع استثماري وتجاري، عليك أن تتقبل مبدأ تجاري هام هو حسابات الربح والخسارة، فليس هناك من ربح على طول المدى ولا خسارة أيضا، أو إذا جاز لي النصح ليس لكم فأنتم صم بكم. تقيل أوي ده يا كابتن. فأنتم صم بكم، وعلى نجلكم أن يتحرى من هذا السطوة، فهو مسؤول عن بيت وأبناء. كلام تقيل أوي، كلام تقيل أوي أوي، بالذات حتى بتاع صم بكم وعلى ابنكم دول يتحرى. انت بتمشي على ابنك، ما هو طبيعي ان هو يمشي على ابنه. بيقول لك ايه بقى؟ ان هو يعني بيمشي على ابنه او واخد ابنه كموضوع استثماري. فهو مين؟ اكيد الموضوع ده موجه للكابتن مصطفى، كابتن مصطفى والد زيزو. فهنا الموضوع عمل مشاكل كبيره جدا ما بين الكابتن مصطفى زيزو وما بين الاستاذ ممدوح عباس، وهو ده اللي بيخلي الكابتن مصطفى زيزو زعلان بل وغاضب جدا. واي حد بيساله على مصير زيزو بيقول له زيزو في الاهلي، وده تصريح خده مني وما ترجعش ورايا. الكابتن مصطفى زيزو اللي بيساله عن مصير احمد سيد زيزو، هو ما تركزش معاه، هو مصطفى هو احمد سيد زيزو تمام. بيقول له هو اهلاوي. ركز معايا جدا، النادي الاهلي رسميا اتفق مع والد احمد سيد زيزو على كل التفاصيل الماليه، ووالد زيزو وافق، وزيزو وافق للانضمام للنادي الاهلي. عايز كلام اكتر من كده؟ ما تقولش كلام وما تراجعش
كلامي، باقي فقط التوقيع وده يقترب جدا جدا. واستنى وقول ابو سعيد طلع وقال. طيب عشان ما نطولش على حضراتكم، دي حلقتنا النهارده. اتمنى من الله تعالى ان الحلقه تكون عجبتكم، ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش بقى بلايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه ناريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.